هذا هو حي السلام، واحد من اكبر واكثر الاحياء اللي كيتوسعوا بسرعه في اكادير. وفي اخر هذا الفيديو غادي تعرف معايا شحال خاصك تقريبا باش تشري شقه هنا، واش بصح كيستحق السكن. ولكن قبل ما نهضروا على الثمن خاصنا اولا نديروا جوله داخل الحي ونشوفوه على حقيقته. من اول نظره غادي تلاحظ الشوارع الواسعه، النخيل والتنظيم اللي كيعطي انطباع زوين. ولكن منين كتقرب كتر كيبان لك ان حي السلام فيه تفاصيل كثيره خاص اي واحد كيفكر يسكن هنا يعرفها، ايجابيات وسلبيات واشياء ممكن ما تبانش من اول نظره. السؤال هو واش حي السلام فعلا كيستحق السكن؟ يلا بينا نكتشفوه. منين كتبعد شويه على الشوارع الرئيسيه كيبان جزء اللي كيسكنوا فيه اغلب السكان. هنا كتبان الحياه اليوميه ديال حي السلام، الناس خارجين، المقاهي عامره والحركه مستمره طول النهار. ومن بين الحوايج اللي كتميز هذا الحي هو أن أغلب الخدمات قريبة منك، محلات، مقاهي، صيدليات، بنوك وسوبر ماركات، كل شيء تقريبا تقدر توصل ليه على رجليك. ومن بعد غير دقائق قليلة المشهد كيتبدل، كتلقى شوارع منظمة ونخيل ومساحات خضراء كتعطي الحي منظر مريح. أما الإقامات السكنية فغالبيتها متشابهة، عمارات بين 4 و 6 طوابق والمحلات التجارية في الطابق الأرضي. وهذا التصميم كيخلي كل شيء قريب من السكان، وإذا كانت عندك أسرة غادي تلقى المدارس والخدمات الأساسية بدون ما تحتاج تبعد بزاف. لهذا حي السلام كيعتبر من الأحياء اللي كيجمعوا بين السكن والخدمات والحركة اليومية. ولكن خاصنا نكون واقعيين، بحال أي حي، حي السلام ماشي كامل مثالي. فبعض الشوارع كتكون الحركة كتيرة وأحيانا كتلقى صعوبة في إيجاد بلاصة للباركينغ. ولكن في المقابل كتلقى بنية تحتية مزيانة، مدارس، محلات، خدمات ووسائل النقل كلها قريبة. وزيد على هذا الشيء الحي مازال كيتوسع، كاينين مشاريع جديدة وإقامات سكنية مازال كيتبناو، وهذا كيبين أن حي السلام مازال كيتطور سنة بعد سنة. وبصفة عامة إلا درنا نظرة شاملة غادي نلقاو حي فيه الحركة وفيه جميع الضروريات، وكيجمع بين السكن والخدمات والتطور. ودابا من بعد ما شفنا الحي كامل بقى سؤال واحد اللي كيهم أغلب الناس، ودابا وصلنا السؤال اللي كيسول عليه تقريبا أي واحد كيفكر يسكن هنا: شحال خاصك من الميزانية باش تكري شقة في حي السلام؟ بطبيعة الحال الثمن كيختلف حسب المساحة وحالة الشقة والموقع، ولكن بشكل عام إذا كنت باغي شقة عادية بجوج بيوت فغالبا غادي تلقى الأثمنة كتبدا تقريبا من 3000 درهم وكتوصل حتى ل 5000 درهم أو أكثر إذا كانت شقة جديدة ولا في إقامة مزيانة ولا فيها تجهيزات أكثر. أما إذا كنت باغي تشري فالثمن كيبقى مرتبط بالموقع والمساحة وعمر البناية. وبصفة عامة حي السلام كيبقى من الأحياء اللي كيقدم توازن مزيان بين الثمن والخدمات وجودة العيش. وفي النهاية إلا كنت كتفكر تكريا ولا تشري فأنصحك تزور الحي بنفسك باش تشوف واش كيناسب احتياجاتك. ودابا إلا كنتي ماشي باغي تكري ولكن كتفكر تشري شقة في حي السلام فالأثمنة كيبداو تقريبا من حوالي 700 ألف درهم للشقق العادية. أما الشقق الجديدة ولا اللي كاينة في إقامات حديثة فكيقدروا يوصلوا حتى ل1,000,000 درهم أو أكثر حسب المساحة والموقع والتجهيزات. وبالنسبة للاستثمار حي السلام كيبقى من الأحياء اللي عليها طلب مستمر سواء في الكراء ولا في البيع، وهذا الشيء كيخليه اختيار مزيان للناس اللي باغين يشريو باش يسكنوا ولا حتى باش يستثمروا. ولكن قبل ما تاخد أي قرار ديما حاول تزور أكثر من شقة وقارن بين الأثمنة وما تستعجلش في الشراء، حيث الفرق بين شقة وشقة كيقدر يوصل لعشرات الآلاف من الدراهم. وفي الأخير نتمنى يكون هذا الفيديو عطاك فكرة واضحة على حي السلام وساعدك تعرف واش يقدر يكون مناسب ليك ولا لا. وإذا كان عندك أي سؤال سواء على حي السلام أو على الكراء أو الشراء أو الاستثمار في العقار اكتبوا لي في التعليقات، كنقرأ جميع التعليقات وغادي نحاول نجاوب على أكبر عدد ممكن منها.
وكذلك إلا كاين شي حي نتكلم عليه اكتب اسمه في التعليقات وربما يكون هو موضوع الفيديو الجاي. شكرا بزاف على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.